السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيام الخير بتجري وبتعدي وبتفوت بسرعة، وأيام العزايم والخير ولمة العيلة بتجري. أنا النهاردة كان عندي عزومة بسيطة كده على قد إيدينا، حبيت أدلكوا أفكار منها. والبطل بتاعنا في الوصفة دي هي الفرخة اللي قدامكم دي. الفرخة ديت بسم الله ما شاء الله حوالي 2 كيلو ونص، 3 إلا ربع تقريبا، قربوزة كده وحلو. غسلاها ومظبطاها زي الفل، وعايزة اشويها على بعضها كده في أكياس حرارية. معايا بصلة مبشورة، وعليها كمان جزرة، وهي مش جزرة كاملة يعني نص جزرة، وفلفل وفلفل ألوان. حطيت عليها الفلفل الأسود والبهارات اللي انتي بتحبيها والملح، وملحتها. الخلطة دي على قد بساطتها بس فعلا بتأثر وبتخلي ايه، ومعها كمان نص معلقة من صلصة الطماطم. بتدي ريحة حلوة أوي للفراخ، وبتضيع أي زفرة فيها، رغم ان احنا غسلينها حلو قوي، بس برضو لازم نعمل لها الخلطة دي. خدنا الخلطة دعكناها بها من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين. هتقولي حتى الجزر بيدي تسكيرة حلوة قوي للفراخ. خلاص بين الوراك وجوه في قلبها وظهرها دعكتها حلوة قوي، وهسيبها منقوعة بقى شوية لغاية ما اعمل لها ايه الحشوة اللي انا هحشيها بيها. انا مش هحشي بقى لا رز ولا فريك ولا اي حاجة ولا بصل كتير، لان احنا في الصيام مش الحاجات دي مش مستحب. حطيت الخضار، جزر وبسلة وبطاطس وبصلة واحدة صغيرة متقطعة مكعبات. شوحتهم تشويحة كده، ما خدوش حوالي نص دقيقة على النار، في نص معلقة زيت. وشوحتهم وبعد كده بخرتهم بالبهار اللي انت بتفضلي، بس دايما بنحط الفلفل الاسود والبهارات المشكلة اللي يعجبك، البهار اللي يعجبك، ولو سنة قرفة صغيرة بتبقى طعمها حلو قوي. انا هحشي الفرخة بتاعتي بالخضار اللي هيطلع مسلوق، وطعمه خرافة خرافة بصراحة، احلى من الفرخة نفسها. وحطيت كمان دي ربع معلقة، هحط كمان ربع معلقة معجون طماطم. انت ممكن بدل الطماطم تقطعي حباية طماطم عادي. وحشيت الفرخة بين الوراك بتاعها وبقلبها، ورحت جايبة فتلة لان رجلها قصيرة، خيط عادي، ورحت ضمها زي ما انتوا شايفين. وبعدين نص معلقة من الطماطم حطيت عليها ملحتها، ورحت حاطة مغلفة الفرخة كده بقى، ده اللي هيديها لون الجميل قوي اللي انتوا شفتوه. الخضار اللي فاض حطيته في كيس حراري، ده اكياس حرارية. الخضار اللي فاض حطيته في الكيس الحراري وفرشته تحت ايه الفرخة. هتقولوا لي فرخة هتقضي عزومة، اقول لكم الفرخة وزنها كبير، وانا عندي كمان فرخة مشوية، عندنا حاجات تانية معايا، يعني قلت انا عايزة دي، عايزة اعملها كده تبقى شكلها حلو كده منور على السفرة. وقفلتها واديتها كذا فتحة كده علشان ايه الكيس ما يفرقعش في الفرن. وحطيتها في الفرن كان سخن، على بال ما بدأت ريحتها تطلع كده وتشم الروائح الجميلة، هديت عليها وسبتها براحتها في الفرن. انا هعمل كمان سمبوسة. يعني هي سهلة وانا عارفة ان انتوا بتعملوها، انا بس حبيت اعمل معاكم للي لسه بتخاف تلف السمبوسة. بعمل قرطاس زي ما انت شايفة كده، سهلة خالص، وبتحطي فيها الحشوة اللي انت عايزاها. انا حشيت مجموعة بالعصاج بتاع اللحمة، وشوية عملتهم بالجبن. هي بتمشي مع نفسها واحدة كده، عكس عكاس كده على طول. ممكن تجيبي شوية دقيق وشوية مية عشان تقفلي بيها. سهلة وبسيطة ازاي. هعمل معاكم كمان واحدة، بنلف قرطاس كده، ممكن نخليه لفتين في بعض، وبنحط فيه الحشوة، وواحدة يمين وشمال، وهي بتمشي معاكي لما لوحديها. شايفين هتمشي لوحدها ازاي. تجيبها الجهادي يمين، ترجعي توديها شمال. هي الورقة معمولة ان هي تمشي بالشكل ده، والحتة اللي تفيض ممكن تلزقها زي ما قلت بدقيق ومية. خلصت السمبوسة كانت ايه، زي ما قلت لكم عملت شوية حلوين بالجبن وشوية بالايه، عصقت لحمة وحشيتها.
معلش انا اسفه لو صوتي مش طالع قوي، بس هو مش قادر يطلع اكتر من كده. معلش يعني دور البرد اللي ماشي ده مبهدل الناس كلها، وربنا يعافينا جميعا يا رب. ودي السمبوسه جهزتها خلاص، الفرخه بتاعتي طلعت. حاسبي على ايدك بقى وانتي بتفتحي الكيس عشان البخار ده بيتعب وبيأذي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين اللون ده؟ لونها جميل ولونها احلى من كده كمان. ده شو يعني ايه؟ هي نص معلقه طماطم اديتها اللون الجميل اللي انتوا بتشوفوه ده، لا محروقه ولا بيضه، وطلع شكلها زي الفل ما شاء الله. والخضار اللي تحتها ده يعني تحفه زي ما انتوا شايفين. انا هوريهولكم لان ايه، طبعا مش قادره افتح الفرخه، يعني عايزه احطها بحالها كده، يعني حاجه كده تشرف. ده الخضار بتاعها بسم الله ما شاء الله. احشيها بالخضار وانسي بقى اي طعم تاني اكلتيه. ودي السمبوسك بتاعنا طلع، ومعاه فراخ مشوية تانية مع كفتة. اللي يحب ياكل من ده ياكل، وده من ده ياكل. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وجلاش باللحمة. بس طبعا البطل الرئيسي واللي انا كنت عامله الفيديو عشانه هو الفرخه المحشيه في كيس حراري. هتقولي لي يعني ما ينفعش الكيس حراري؟ ممكن تغلفيها بورق فويل وتحطها في الفرن زي ما هي كده. هتقولي طب ما انا ما عنديش فرن، ممكن تحطها في حله على نار هاديه خالص، وكل شويه تقلبيها على كل جهه بشويه تستوى في البخار بتاعها، وهتبقى زي الفل. ما فيش حاجه هتوقفنا. الفكره النهارده ان انا كنت بقول لكم الفراخ بتاعتنا اللي كنا دايما متعودين عليها نرجع لها تاني. بصراحه كانت من انا ما عرفتش اخد منظر وانا بقطعها على السفره، يعني اتكسفت بصراحه. بس كانت زي الفل وجميله، واتمنى تعملوها وباذن الله تعجبكم. أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.